السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكبد والقوانص. أكلة سهلة وسريعة ومش مكلفة خالص. هنعملها ان شاء الله بطريقة حلوة جدا وهتعجبك. بس قبل ما ابدأ الفيديو يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. يلا نسمي الله ونعملها مع بعض. حلة كده على النار وهحط فيها حوالي 3-4 معالق كده من الزيت. واول ما يسخنوا معايا جامد هنزل عليهم بحوالي 3 بصلات متقطعين كده جوليان. وهبدأ بقى ادبل في البصل ده كويس جدا. تمام، البصل كده دبل معايا وخد لون ذهبي كده جميل. في المرحلة دي بقى هنزل معايا كده نص كيلو من القوانص. غسلتها كويس، انا بغسلها بمية وليمون وجنزبيل. بنقعها شوية وبعد كده بشطفها واقطعها شرايح. هديها بقى صدمة كده وتشويحة مع البصل. بعد ما اديها صدمة هبدأ كده اقلب فيها لحد ما تغير لونها. بعد كده هنزل بالتوابل: بابريكا، فلفل اسود، بهارات فراخ، جنزبيل، مرق الدجاج، ومعايا فص واحد بس من الحبهان. هديها بقى تقليبة البهارات مع البصل والقوانص تاخد لون حلو كده قوي مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده معايا حباية واحدة من الفلفل الرومي وواحدة من الطماطم متقطعين صغير، هنزل بيهم تاخد بس تقليبة كده معاهم. بعد كده بقى هنزل عليها بالمية السخنة، هغطيها بس. هحط لها شوية كمان عشان تستوي كويس القوانص معايا. اول بقى ما تاخد معايا غلوة كده هغطيها واوطي عليها النار تستوي براحتها. زي ما انتوا شايفين كده الصوص بدأ يقل. هي كده خلاص كده استوت معايا القوانص، ما بتاخدش وقت كتير. في المرحلة بقى دي هنزل بمعلقة صغيرة من الملح. وبعد كده بقى هنزل بالكبدة متقطعة شرايح، غسلتها بنفس الطريقة اللي غسلت بيها القوانص. اول ما انزل بيها مش هقلبها خالص، هوزعها كده بس على الوش وهبدأ اغطيها عشان ما تتهريش. عايزاها تاخد صدمة بس من البخار. بعد كده هفتح عليها بعد 5 دقايق هتكون خلاص اتقفلت المسام بتاعتها. هديها بقى تقليبة، هغطي عليها بقى واسيبها تستوي خالص براحتها. هي كده خلاص استوت خالص معايا والصوص قل فيها. انا مش بنشف الصوص عن كده، لو حابه تقلليه عن كده سيبيها على النار شويه، الصوص ده هيقل معاكي جدا. بس انا بحبها كده جميله خالص. ممكن تقدميها مع رز وسلطه، بتبقى اكله جميله جدا. بس انا النهارده هقدمها مع عيش بلدي زي ما انتوا شايفين كده، جميله جدا. يلا جربيها وهتعجبك ان شاء الله، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. هشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.